السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعي القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وفي صحة جيدة، عواشر مباركة بالصحة والسلامة وبكل ما تمنيتوا ان شاء الله. اليوم غادي تشوفوا معايا هذا المعسلة اولا هذا الحلوى ديال العسل بمقادير سهلة وبسيطة، ولكن خاصكم تتبعوا معايا بالتفصيل طريقة التحضير لانها مهمة. اذا على بركة الله غادي نحتاجوا في المقادير 600 غرام ديال الطحين ديال الحلويات. طبيعة الحال غادي نكونوا غربناه من قبل. غادي نحتاجوا ساشي ديال الخميره ديال الحلوى من وزن 8 غرام، رشه ملح، 2 معالق كبار ديال السكر، 2 معالق كبار ديال الزبده طريه، من الاحسن تكون من نوعيه جيده وتكون يعني طريه، ماشي ما نجبدوهاش من الثلاجه مباشره وما تكونش دايبه بزاف بين وبين. غادي نحتاجو 2 بيضات، عندي كذلك واحد تقريبا 4 كاس ديال ماء الزهر. صافي غادي ندمجو المقادير كلها وغادي نضيفو واحد تقريبا، انا حتى جيت هنايا واحد الكاس قل ربع ديال الماء مع عادي بارد. صافي كنبداو نعجنوا العجين ديالنا حتى كيتجمع على هذا الشكل هذا، وغادي نخليوه نغطيوه ونخليوه تقريبا واحد ربع ساعه غير يرتاح. غادي نشكلوا واحد الكويرات اولا بحال كما كتشوفوا معايا بحال الحجم ديال التمره. هنا ضروري انكم تتبعوا بالتفصيل الطريقه، لان الا ما تبعناش الطريقه مزيان راه ما غاديش تصدق لكم هذه الحلوه، غادي تجي لداخل معجنه. غادي نسخنوا الزيت، ما تكون سخونه بزاف باش ما تحرقش على برا وتبقى لداخل معجنه. غادي نسخنوا الزيت متوسطه وغادي نقصوا على البوطه مزيان، يعني غادي نخليوها غير طيب على مهل وحنا كنقلبوا في هذوك الكويرات. وباش كيعطيكم هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا في الصوره، للاسف ما تصورليش في الفيديو هذاك المقطع، ما عرفتش فين كيفاش درت له، يمكن ما صورتوش اصلا. كتبقاو المهم طريقه سهله، غادي تشدوا هذيك المعلقه اولا هذيك المهم الوسيله اللي باش غتخلطوا بها اولا باش كتحمروا بها الحلوه، كتبقاو تضغطوا عليها في الوسط باش كتعطيكم هذا الشكل هذا حتى كتحمر. بالنسبه للعسل هي سخونه والعسل سخون، علاش؟ باش باش ديك الحلوه تشرب العسل مزيان وكيدخل لداخل حتى كيعطينا هذا الشكل هذا باش كنحصلوا على هذه النتيجه. يعني ضروري ما نخليوها في العسل واحد المده طويله، ماشي غير نخطفوها في العسل ونخرجوها، لا خصنا نخليوها تما حتى كتشرب مزيان. الا ما درنا لهاش هذه الطريقه راه تقدر تتحمر غير على برا والعسل ما كيدخلش فيها لداخل مزيان وما غاديش تعطيكم واحد النتيجه مزيانه. نتمنى ان شاء الله ان الشرح ديالي يكون واضح وتجربوا هاد الوصفه وبالصحه والراحه. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.